بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن موضوع من الأهمية بمكان. الموضوع القانوني اللي هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع مهم جدا وفي غاية الأهمية، ألا وهو الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات. طبعا انتشرت في الفترة الأخيرة وكثرت قضايا المخدرات بكثرة شائعة، وانتشرت بطريقة أصبحت تتكرر يوميا هذه القضايا. فاحنا النهارده هنتكلم في هذا الموضوع اللي هو الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات. أول دفع بطلان القبض والتفتيش. تاني دفع انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. تالت دفع عدم تصور الواقعة وتصور حدوثها على النحو الذي صوره محرر المحضر. رابع دفع انفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوى السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوة، وأن هناك تصرف آخر أمسك عنه محرر المحضر لإطفاء الشرعية على تصرفه. خامس دفع بطلان الاستيقاف. سادس دفع عدم معقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وأنه لم يتعامل معه سابقا، فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية. بعد كده الالتفاف، ده سابع دفع. الالتفاف يمينا ويسارا لا ينمو عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. بعد كده تامن دفع انتفاء صلة المتهم بالحرز والحيازة. تاسع دفع أن المتهم ليس له سوابق. عاشر دفع أو الدفع رقم 10 ما إن شاهد الضابط حتى ألقى أو تخلى عن كيس اللفافات المحتوية على المخدر. رقم 11 في الدفوع بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط. الدفع رقم 12 بطلان التفتيش أو بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة، والدفع ده مهم جدا، اللي هو بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة. بطلان تفتيش المتهم رقم 13 في الدفوع بطلان. دي كلها من الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات. رقم 13 أن بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس. رقم 14 بطلان إذن التفتيش لابتناء على معلومات دون إجراء تحريات. بعد كده رقم 16 في الدفوع سقوط اللفافة عرضا أثناء استخراج البطاقة الشخصية. من الدفوع أيضا سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدرك الضابط ومرافقته يتجهون إليه. القبض على المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض. القبض على المتهم وتفتيشه وقائيا للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه. بعد كده أو آخر دفع التعسف في تنفيذ إذن التفتيش. يبقى الدفوع اللي احنا ذكرناها ديت هي دفوع قانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات. بعد كده في دفوع بترد على التحريات. أول دفع في الدفوع اللي احنا بنذكرها أو بنتكلم فيها عن الدفوع القانونية اللي بترد في التحريات، الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها. تاني دفع الدفع بتهله لمحضر التحريات وقصوره. تالت دفع الدفع ببطلان التحريات تضارب بأقوال الشاهد والمعين. بعد كده رقم أربعة الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها. الدفع بعدم سلامة التصوير الواقع. بعد كده الدفع باختلاف مكان الضبط مع التحريات. الدفع أيضا بتلاحق الإجراءات أو التراخي في إجراءاتها. دي طبعا الدفع في آخر دفع الدفاع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات.
يبقى دي الدفوع التي ترد على التحريات. في أيضا دفوع بترد على الإذن. الدفوع التي ترد على الإذن، أول حاجة الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره بناء على تحريات غير جدية. تاني دفع الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محليا ونوعيا. تالت دفع الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة محليا ونوعيا. رابع دفع الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره إلى مأمور ضبط غير مختص أيضا محليا ونوعيا. خامس أو آخر دفع في الدفوع التي ترد على الإذن الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره في تاريخ لاحق على القبض والتفتيش. يبقى اللي احنا ذكرناه النهارده في فيديو اليوم، أول حاجة الدفوع التي ترد على الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات، الدفوع التي ترد على التحريات، واخيرا ذكرنا الدفوع التي ترد على الاذن. وطبعا اتكلمنا في الفيديو دوت عن هذه الدفوع لان قضايا المخدرات انتشرت بكثره وتتكرر يوميا، وهي من المواضيع ذات اهميه قانونيا. وإن شاء الله نكمل عن قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات في فيديوهات بعد كده. وشكرا لكم جميعا، شكرا، تحياتي جميعا لحضراتكم.